عمرك حسيت انك عايش في حياتك مجرد كومبارس؟ بتنفذ خطط غيرك، بتوافق على كلامهم حتى لو مش راضي من جواك، وبتسيب مودهم وقراراتهم تتحكم في يومك وكأنك شغال عندهم. في علم النفس المظلم في حقيقة مريحة ومخيفة في نفس الوقت. العالم ده عبارة عن مسرحية كبيرة، ومحدش هيخليك الشخصية الرئيسية في مسرحيته غير لو انت اللي فرضت ده بإطارك. النهاردة أنا مش جاي أقولك كلام تنمية بشرية وردي كله تفاؤل زائف. أنا جاي أقولك إزاي تبني إطار صلب، إطار ذكوري صلب، يخليك انت اللي بتسحب الأحداث والناس للعالم بتاعك، مش العكس. علشان تفهم اللعبة لازم تفهم المحرك الخفي اللي بيحرك كل تفاعل بين البشر. في علم النفس المظلم أي تعامل بيحصل بين اتنين، سواء في الشغل، في الشارع، أو حتى في العلاقات، هو مش مجرد كلام بيتقال، هو عبارة عن صراع خفي ومستمر بين إطارين. والإطار ببساطة هو مجموعة القواعد والقيمة والواقع اللي انت شايف العالم بيه وشايف نفسك بيه. الشخص الضعيف ما عندوش إطار صلب، فهتلاقيه دايما متاح وبينقاد بسهولة، وبيسيب إطار الناس التانية يبلعه وهو مش حاسس. لو حد استفزه بيستفز فورا، لو حد شكك في إمكانياته بينفعل ويقعد يبرر نفسه علشان يثبت للناس إنه صح وإنه كويس وإنه يستحق. ولكن الشخصية الرئيسية بيمتلك إطار حديدي، في علم النفس بيسموه المركز. تقييمه لنفسه والواقع نابع من جواه هو، مش من كلام الناس وآرائهم فيه. فما بيحتاجش يستجدي الاستحسان من حد، ما بيجريش يبرر قراراته، وما بيسمحش لأي قوة خارجية مهما كانت إنها تزعزع ثباته الداخلي أو تملي عليه شروطها. علشان تتحول من شخص بيتم التلاعب بيه لشخص هو اللي بيحدد قواعد اللعبة، وتتحول من مجرد متابع للحدث ورد فعل إلى الشخصية الرئيسية، في 3 قوانين صارمة في علم النفس لازم تحفرهم في دماغك وتطبقهم بدم بارد. القوانين دي مش مجرد نصايح، دي قواعد بقاء وسيطرة. القانون الأول: الثبات الانفعالي. الشخصية الرئيسية ما بيتأثرش بالدراما الرخيصة ولا بالاستفزازات اللحظية اللي بيحاول غيره يجره ليها. لما العالم حواليك ينفجر، أو لما تلاقي حد بيحاول يخرجك عن شعورك بعصبية أو بكلمة مستفزة، رد فعلك الأول والأساسي لازم يكون الهدوء والسكوت. السكوت هنا مش عجز، ومش معناه إنك ما عندكش رد، ولا معناه إنك خايف. السكوت في علم النفس المظلم هو أشرس وأقوى رد فعل ممكن تلاقي بيه أي هجوم، لأنه بيوصل رسالة غير مباشرة ومربكة للشخص اللي قدامك، وهي إن الكلام اللي اتقال أو الحركة اللي اتعملت أصغر بكتير من إنها تزحزحك شبر واحد من مكانك أو تخليك تفقد سيطرتك على نفسك. الشخص اللي بيفقد أعصابه بيسلم مفاتيح إطاره للي قدامه، أما الشخص الثابت انفعاليا فهو اللي بيمتلك القاعة كلها. القانون التاني: بطل تبرر. أكبر غلطة بيقع فيها الشخص الضعيف أو اللي ما عندوش إطار صلب هي إنه دايما بيحس بالذنب بشكل افتراضي، دايما حاسس إنه محتاج يوضح، يدافع، ويسرد أسباب طويلة لكل قرار بياخده. التبرير المفرط في التفاعلات البشرية هو الاعتراف الضمني والصريح إنك خاضع لإطار الشخص التاني، وإنك مستني منه الصك أو التصريح علشان يوافق على اللي انت بتعمله. الشخصية الرئيسية ما بيبررش، بتقول قرارك أو موقفك بإيجاز شديد، بنبرة هادية وواثقة، بدون دفاع، بدون شرح زيادات ملهاش أي لازمة، وبدون ما تطلب من حد إنه يطبطب عليك أو يفهمك. لما بتقول لأ أو بتاخد قرار، القرار ده بيبقى واقع بيفرض نفسه، مش اقتراح مستني موافقة الطرف التاني عليه. القانون الثالث: القدرة على الرفض والانسحاب. أقوى وأصلب مصدر لقوة إطارك على الإطلاق هو قدرتك الفائقة والحقيقية على إنك تقول لأ، وإنك تكون مستعد بجد وبكل هدوء إنك تلم حاجتك وتمشي، وتسيب الترابيزة باللي عليها لو حسيت إن المكان أو الشغل أو التعامل ده ما بيحترمش قيمتك ولا بيدي لإطارك قدره. معظم الناس محبوسين في إطارات غيرهم لأنهم خايفين من الخسارة،
خايفين يتقال عليهم مش لطفاء أو كويسين، أو خايفين يفقدوا وجودهم في المكان. علم النفس المظلم بيقولك اللي ما بيقدرش يستغنى ما بيقدرش يسيطر. لما اللي قدامك بيعرف ان عندك الجرأة والقدرة الكاملة انك تستغني وتمشي في اي لحظة بيتعدى فيها حدودك، بيعمل لك 1000 حساب قبل ما يفكر يستغلك او يتجاوز معاك. في حقيقة الصدمة في علم النفس المظلم الأغلبية ما بيحبوش يعترفوا بيها. الناس في الحقيقة ما بيحترموش الشخص اللطيف اللي الطيبة بالنسبة له هي الخيار الوحيد لأنه عاجز وما بيقدرش يضر أو يدافع عن نفسه. الناس بالفطرة بتحترم وبتعمل حساب للشخص الخطر اللي بيملك القدرة الكاملة على الأذى أو الرد القاسي، بس اختار بكامل إرادته إنه يكون هادي ومنضبط ومسالم. لما بتبني إطار ذكوري صلب أنت مش بتكون شخص عدواني ولا بتمشي تتخانق مع دبان وشك، لكنك بتبعت رسالة غير مباشرة ومطبوعة في العقل الباطن لكل اللي بيتعامل معاك. مفاد الرسالة دي هي أنا شخص هادي متزن ولطيف، بس عندي حدود خرسانية. لو فكرت تتعدى الحدود دي أو تستغل طيبتي فالعواقب ردها هيكون حاسم ومش هيعجبك تماما. الهيبة الحقيقية وكاريزما السيطرة عمرها ما كانت بالصوت العالي ولا بالعصبية ولا باستعراض القوة والبلطجة عمال على بطال. الصوت العالي في العلم النفس هو صراخ مكتوم من الخوف وقلة الحيلة. الهيبة بتتولد من السكون، بتيجي من اليقين الداخلي الكامل بأنك شخص غير قابل للاستغلال، وأنك بتملك من الصلابة والقدرة ما يكفي لحماية نفسك وإطارك في أي لحظة. الجانب المظلم للهيبة هو أنك تنتقل من موقف الضحية المنتظرة للظروف لموقف القوة المنضبطة. لما المجتمع والمحيطين بيك يحسوا إنك شخص مش سهل انقياده وإن عطائك ولطفك ده إحسان منك مش فرض عليك ولا ضعف منك، ساعتها بس نظرتهم ليك بتتغير تماما وبيتحول التعامل معاك من مجرد استهانة لطلب للرضا واحترام كامل لمكانتك. في النهاية لازم تدرك إن الحياة قصيرة جدا ومجرد فرصة واحدة، وأصعب خطيئة ممكن ترتكبها في حق نفسك هي إنك تقضي السنين دي كلها مجرد متفرج قاعد في صالة العرض بتتفرج على نجاحات وقرارات وجرأة غيرك وهم بيشكلوا العالم على مزاجهم. استردادك لبطولة حياتك مش رفاهية، ده فرض عين لو عايز تعيش بكرامتك. ابني إطارك الصلب وما تخافش إنك ترفض، ما تخافش إنك تخجل انك تحط حدود. افرض واقعك ورؤيتك على حياتك من غير ما تستنى اذن او مباركة من حد. خليك دايما الشخصية الرئيسية في قصتك انت، لان العالم ده صلب وغير رحيم بالمرة. ولو انت مرضتش تاخد المخاطرة وتكون البطل اللي بيقود سفينته بنفسه، محدش هيجي يتطوع ويشدك من ايدك علشان يرجعك لمركز الاحداث ويطلعك على المسرح ويخليك الشخصية الرئيسية وبطل الحدوتة. دلوقتي عايزك تقعد مع نفسك وتفكر بصدق وقولي في التعليقات ايه اكتر موقف في حياتك حسيت فيه ان اطارك اتكسر تماما ولقيت نفسك بتضعف وتبدأ تبرر وتدور على رضا اللي قدامك. لو حسيت ان الكلام ده اداك الشرارة او القوة اللي كنت محتاجها علشان تعيد رسم حدودك، فما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع الشخص اللي تحس انه محتاج يثبت اطاره، واشترك في القناة علشان تتابع رحلة تطوير الذات الحقيقية والعميقة اللي احنا ماشيين فيها. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.